هلو، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم راح يكون جولة بغرفتي. بالبداية حتى تفهمون شنو صار راح انشر لكم الغرفة قبل لا ابدي التغييرات بي. تنسون تسوون لايك للفيديو، تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات. يلا نبلش بالفيديو. طبعا هسه الكهرباء مطفية واني حبلش ادعلملم راح يجون اهل القياسات، فقلت اريد اراكم الغرفة قبل. الكهرباء مطفية. طبعا هسه هي هوسة اكيد لان اني هملتها كلش وقت الدراسة، فالوضع بعد مو بس مال تعديل. شوف الحالة طعمة شوية بيه شوية ندب وشغلات، يعني هم تعزيل وهم تغيير ديكور بسيط بنفس الأثاث اللي عندي. أضيف بعد أشياء وأغير شغلات بسيطة. طبعا تقريبا فرغت الغرفة، عمود أرد أشيل الفراش، بقت هاي هنا الشرابي، وطبعا شكل الكنتور هذا الميز ما طلعته، ميز المراية هم ما طلعته، ذني الشراب الثانيات مال خواتي الثانيات. هسه حنشيل الكابرج ونصبغ. طبعا هاي غرفة الشغل مالتي نقلت حاليا لها كل الاشياء. طبعا هاي غرفة الشغل هم حتتغير، ما ادري اذا احصل لكم لها يوتيوب لو لا، لان التغييرات يعني اشتريت ستاندات وهيك امور راح احط عليها اغراض البيج، وان شاء الله حترتب وتصير احلى. تابعوني بحساب البيج بالانستغرام، موجود الرابط مالت جوا بصندوق الوصف، وتابعوني هناك راح انشر لكم قبل وبعد، وشوفوا هاي الصاله شوفها شلون، شوفوا شلون راح تتغير وتصير تخبل. يعني هنشر لكم اياها لو بستوري بحسابي لو بستوري بحساب البيج. يا تكرهون هاي الزباله. هاي هنا رولات مع صبغ فرش هيك مستلزمات. اوكي هاي هنا الصبغ، وهذا هنا معجون. حبيبي هاي الحفرة اللي قلت لك عليها، شوف ايدي ايش رايك بيها؟ اشتغل عمالة خلاص بصبغ ضافري. يلا ما يخالف، لا مو ما يخالف بس ما يخالف. هاي الحفرة كانت حفرة جدا عميقة. هاي كذلك، خل اركب ثاني اوقف. هاي بعد خو اكبر منهن كلهن. شوف هاي يعني انا كنت اسوي الخبطة السرعة وسرعة البخ. ايش رايك بلا بخ سرعة؟ والخبطة 5 مرات خربت وعدناها، وكل ساعتين تنشف وبسرعة ننبخ قبل لا تنشف، ولو نلحق عليها لو ما نلحق عليها، ولما تنشف نذبها ونروح نسوي وحدة ثانية. وحاولنا نحط عليها مي هيك صكصكة، صارت حجار يعني ما تعالجت فذبيناها. ظهري انكسر كل شوي ارجع اسوي خبطة واجي. هاي هنا اكو شغلات ما سبلت بالمعجون، هنا كان اكو هم شغلات، هنا كان اكو فطر. ما شنو هاي الشغلات؟ هاي البارحة صبغت الحيطان. بنت هذا الشباك شلون تنظفوه؟ يعني أنا هذا الشباك كلش عالي، يعني طابق ثاني كلش عالي، ما أقدر أوصل له من برا. هاي أول شغلة. زين من جوا إذا أريد أنظفه شلون أنظفه من جوا؟ شوف هسه إذا أفتح الشباك، هاي طبعا هاي كلها كان هنا يعني بيوت مال حمام، وللأمانة إحنا بيوت الحمام من يسوون حمام يعني ما نوخر بيوتهم ونعوفهم، يعني حرام وهيك. ف زين اذا اريد امد ايدي مثلا افتح الشباك وامد ايدي انظف، زين هذا البرة هذا الحديد البرة يمنعني، ما راح اقدر انظف. فصراحة معاناة يعني ما ادري شلون. شوفوا شكله ابد مو حلو. سويت طبقت الحائط، طميت هاي الحفر اللي راويتكم اياها، وطميت هاي الحفرة بقى بس اصبغها. البارحة بلشنا بالتغليف مال الارضية، ما كملناه لان الكمية كنت جايبتها ما كفت. اليوم ان شاء الله راح ارجع اجيب بعد. شوف شلون يخبل الهوسة بعد. شوف هسه خلصت بعد الهوسة بس خلصت. طبعا الحواف مو كلش صارت يعني عدلة للأمانة، لأن أنا مو محترفة، أنا هاي أول مرة أسوي، فالحواف مو كلش عدلة. بس الباقي شوفوا هسه هي الحواف أغلبيتها راح تتغطى بالأثاث، يعني شرابي بردة المراية من هناك هم شرباية أغلبيتها يتغطى. بس شوفوا نظيفه حلو. بس راح أبدي أرجع بالأثاث. هسه حبلش أريد أسوي بالصالة هاي مالتي أو الغرفة هاي مال الشغل مثل ما تشوفون. يعني طبعا هاي كلها هوسة طلعت من غرفتي، اكو شغلات حرجع اكو شغلات حذبها. هذا ميز الطاولة اللي اقرا عليه ما له مكان حاليا بالغرفة.
فحشوف له مكان هنا أو أوديه للمخزن ما أدري، لأن مبدئيا هون بعد ما أحتاج أنا كنت أحط عليه ملازمي وهيج. شوفوا هاي الهوسة هاي هنا، هذا الستاند مال الورد، هاي الثلاجة اللي صبغتها، فهاي هم هسه كل حتتعزل. اوكي، وهسه بعد كل التغييرات اللي شفتوها تعالوا نبلش جولتنا بالغرفة. اوكي هسه عندنا اول زاوية اللي هي هاي. غيرت البردة وجبت اشتريت هاي المراية وسويت هذا الديكور كله، هسه راح احكي لكم عنه بالتفصيل. اول شي بنات بالنسبة للبردة، فهاي البردة خياط، اوكي يعني ما اشتريتها جاهزة، فصلتها وخيطتها على مود اساس المفروض تطلع علي ارخص وبجودة احسن، بس لا هاي ولا هاي. البردة هي اوكي يعني هسه انتم تشوفوها حلوة وما بيها شي، يعني حتى للامانة انه انا رديتها جوا يكون ستن وهيك عليها انه مثل التول. اوكي كلش حلو كلها تمام، بس بنات البردة بالنهاية سوى لي اياها معدلة، اوكي وصارت سالفة ويقول لي الحائط مالتك اعوج اوكي. فنصيحة يا اما تشترون جاهز يا اما تسوون يم احد كلش مضبوط، لان يعني بردة تكلفكم بحدود ال 150 175 بحدود ال 200 الف، فحريمات يعني ذني هيك تذبوهن، فيا اما تسوون يم احد مضبوط قبل يعني سبق وان انتم مسوين يمه او احد تعرفون مسوي يمه، يا اما اشتروها جاهزه حتى هي جاهزه تجي عدله وما بيها شيء. وهسه المرايه، هاي المرايه يا الله من اول ما بلشت هبتها، اني ذابحه نفسي عليها واوصيها وارجع اقول ها لا ما تسوى خل الغي والغيها واوصيها والغيها، ذابحه نفسي عليها يعني ما بين هيك. ليش؟ لان اول شيء بنات هي كلش غاليه، يعني اسعارها 100,000 وفوق المرايه، ذني اسعارهن 100,000 وفوق حسب القياسات. هاي شغله ثانيه، انا عندي مرايه يعني كمرايات، عندي مرايه وحتى مرايات طويله، يعني اللي يعني شايف فلوقات القديمه، بالفلوقات القديمه حتى بجوله بغرفتي من زمان عندي فيديو قديم هم حتشوفون، عندي هذين المرايات الطوال اللي يجن ويا غرف النوم، عندي حتى اثنين مو وحده، اوكي. بس انا كنت هاي احبها لان هيك عريضه وهاي ديك تجي رفيعه، فهاي انا جيت حابتها لان عريضه، فعاد اخر شيء قلت خلاص زهراء وصيتها والله بنات، ولقيتها عند بيج ب 140 وعند بيج 130، لقيتها عاد عند بيج ب 100. قلت خوش زهرة قومي وصيها بنات، باعوا هي كلش حلوه. طبعا انا مشكلتي بالاشياء انه هن كلن حلوات بالتصوير، وانه اوكي هاي نقطه جيده. اوكي هسه الشيء اللي كلش برد لي قلبي اللي هو هذا الديكور الارض اللي حاليا انتم ما راح تشوفونه، بس راح اخلي لكم الفيديو شوفوا. هذا الديكور بنات يجنن، هذا انا سويته من زمان، عجبتني الفكره واحسها بسيطه وحلوه واقدر اسويها، وعاد والله صدق اتجريت وسويتها. بنات سووها تخبل، انا تفاصيل الفكره كلها وهاي شلون سويتها، على فكره هذا تاير مال السياره واني سويته هيك ديكور، لان بالبيجات غاليه فاني سويتها طلعت عليها هواي ارخص. سووها وابد ما راح تتندمون، والدي اي واي وطريقه العمل كلها انا نزلت لكم اياها بفيديو بالتيك توك، فضروري تتابعوني بالتيك توك لان صراحه رهيبه للديكور، تقدرون حتى تحطوا لها رجلين تصير كطاوله، تقدرون تحطوا لها مسند تصير كرسي، انتم بعد تفننوا بيه. تجي الهاي النفته، هاي النفته بنات اصطناعيه، اصطناعيه. شوفوا اني يعني ما يعيش عندي النبات الطبيعي هوايه، وما اعرف كلش اعتني بيه، ما عندي كلش خبره بيه، من اشوفه يذبل ابوج عليهم، فلذلك دورت نبته اصطناعيه. بنات انا هاي كلها سويتها كلفتني 20,000 والله على هالجمال هذا كله، احصله بالبيجات اقل شيء ب 40 35,000، وانا سويتها كلها ما كلفتني 20,000. اشتريت هاي الزرعه الخضراء اشتريتها يمكن بوقتها ب 12 ما اتذكر بيش اشتريتها، واشتريت هاي الفازه ب 5000 وعند اهل المشاتل، واشتريت هذا الحصو هم من اهل المشاتل ب1000، انا كيس هالكبره اوكي. وهو ابو المشتل نفسه خليته يسوي لي اياها، يعني هاي جبتها من غير مكان وعطيته اياه ثبت لي اياها، حط لي رمل، حط لي الحصو وحط لي الفازه، ما كلفتني 20,000 18,000. شوفوا شكلها شقد حلو، هي صناعيه، الاوراق مالتها شلون حلوه، يعني عبالك طبيعيه ما شاء الله عليها. صراحه ما كان ببالي اسوي اي شيء هنا، وبالبدايه كانت كل هاي الجلد شايفتها فارغه، بس بعدين بالبدايه حرت بهاي مالتي الستاند مال اصباغ الاظافر، حرت بيها وين احطها، فحطيت هذا البوكس بيه الشموع مالتي وخليتها عليه،
وجبت هاي السله للسكين كير لان هم ما عندي مكان الهن على الميز مال المرايه، فخليتها للسكين كير. حطيت شموع، هاي هنا جداحه هاي مال فحم، مزين مكياج، مسكات، هنا اللي جوا اكو بخورها، املاح، هيجي يعني السكين كير مالتي اللي اني هاي الفتره دا استخدمه. اوكي، وهاي البلابه طبيعيه بنات. ما ادري ورا ما سويت هذا الركن حسيته ميت، حسيته ما بيه حياه، خاصه انه السله سوداء، البوكس اسود، فحسيت يحتاج خضار. فجبت هاي البلابه بنات وصعدتها هيجي على هذا الواير مال التقسيم مال السيار. فهم هيجي الواير صار شكله مو حلو، فجبت البلابه وهيجي خليتها صراحه حسيتها احلى. بس هوسه البلابه هوسه لان اني يعني ما عندي خبره بالبلابات واخاف يعني اريد يعني افتحها على كيف وهيك واخاف اغصانها تتكسر. فمبدئيا يعني عفتها هيك للشربايه، بنفسها شربايتي القديمه بس غيرت الاشياء اللي يم الشربايه. هنا خاله اني زرع جبت نفس الفازة مال البلابة نفسها، هو سيت 3 قطع جبتهن 3، خليت بي هاي النبتة هم طبيعية، نبتة ظلية. اوكي، خليت هاي المراية كي شفتوها بالفيديو مال مشترياتي جبتها من شي ان. خاله هنا هيجي شمعة صغيرونة ثانية، خاله هنا شموع، خاله هذا الصحن هيجي صغيروني اخلي بيه الاكسسوارات اللي انزحها ما احب انام بيها. وهاي الفازة الثالثة اللي قلت لكم هم جبتها، هم تشبه ذنيك الفازات، حتى كلهن يصير نسيت يعني ويطلع شكلهن مرتب. وهذا درع اليوتيوب هم خليته هنا مال لحاف، وتلبيسة مخدة وشرشف، يعني هي فرشة هاي وصيتها من بيج. وتدرون بما انه انا سكر البنكية فكلش احب هيجي الوان، فوصيت هذا اللون. وهذا اللابتوب مالتي. اما هنا بنات فهاي هنا عندي خاطة العطور اللي حاليا دا استخدمهن. هاي دائما تشوفوها تتغير هذا الستاند لان حسب العطور اللي استخدمها بالفترة الحالية. خلينا هنا خاله هاي مال فرج، هم شفتوها فيديو مشتريات مال شي ان. الفرج حاليا يعني اني غاسلتهم فدا ينشفون. هنا خاله قطن، وهاي الجرارات خاله بيها دنابيس بروشات هيك سوالف، وهاي المخرج ندها بخر. وهذا الميز مالتي بنات يعني نفسه ما غيرت بيه شيء، بس الاضاءه شغلت محترقه غيرتها، وللامانه جبت نفسها لان نوعيتها كلش زينه وكلش احبها، وبيها 3 الوان و3 درجات مال قوه الضوء، فكلش احب. بنات اكيد شفتوه بالفيديو مال جوله بغرفتي اللي هو الفيديو القديم اللي ناشرته قبل يمكن سنه. نفسه بنات هم ما غيرت بيه، يعني هو نفسه حتى نفس مكانه. هذا البوكس خاله هنا بأدوات التصوير، وهذا هنا نفس مكانه ما غيرت بيه شيء. بس غيرت اكيد يعني بين فتره وفتره ينضاف جنط، اطلع جنط، فبس اكيد ترتيب الجنط تغير. تذكرون هنا كان عندي رف مال شموع، هو هذا. اوكي هاي دفكة المي شو اسوي هنا هذا رف الشموع لغيته لان يعني جنطي هواي وما يكفي، لغيته وحطيت الشموع كلهن بالبوكس، وخليت بعد جنط يعني هنا بعد ماكو شموع خليت جنط. وهذا الكنتور هم بنات هو نفسه كنتوري القديم. وهذني شرابي مال خواتي لان تدرون انا غرفتي مشتركه ويا خواتي الصغار. اوكي هذا الميز مال جرارات خاله هنا هم بعد عطور مالاتي. والارضيه بنات هاي تغليف. شوفوا انا كنت قبل حاطه كابرت، بس الكابرت الامانه توسخ، زائدا هسه حاره بالصيف فشلته دا غسله وغلفت الارضيه. هذا التغليف بنات، هذا النوعيه هاي مال التغليف تجي قطع يعني مو فرش كامل، لا قطع، واني غلفتها يعني ما جبت صانع يغلف لي اياه وهيجي، وبدون صمغ يعني بس لزقته بالاعتماد على اللاصق اللي موجود بظهر القطعه بدون صمغ. هو المفروض اكو صمغ حتى يثبتن اكثر، فللامانه مو كلش راضيه عن النتيجه، ومرات هواي يشلعن. يعني افضل انه الفرش تغليف الارضيه يكون هيجي فرش كله قطعه واحده، او تطلعون مختص يلزق لكم اياها، لان اني بوقتها عاندت واني دا اسويها وهيجي وتالي صراحه ما راضيه عن النتيجه لان يشلعن وما ثابتات زين. تونستوا بيه واخذت شويه افكار
افكار، شلون تحبون تجددون بغرفكم، شلون تحبون تغيرون هاي التفاصيل بدون ما تغيرون اثاث. او انتم ممكن صراحه يعني بتكاليف كلش اقل. يعني شوف انا كنت قبل حاطه برد بيضه، مو هيك جودتهن، برد بيضه عاديات بس اشتريت بوقتها ب20,000 وكانن حلوات وما قاصرات يعني، وهواي صورت بيهن وهواي يعني حلوات. اوكي تقدرون المرايات هم اكو مرايات حتى طويله وحلوه ب20، اكو ب25، تقدرون تجيبوها وتسوون ديكور مدايرها، تشترون زرع، تشترون فرش الشربايتكم. يعني يمكن الموضوع شي على شي ما يكلفكم 50-60 الف، تحسون صار تغيير كلش كبير بالغرفه مالتكم وحتى نفسيتكم حتتحسن. لهنا انا خلاص فيديو اليوم، اتمنى تكونون تونستوا بيه واستفاديتوا منه وبس. يلا باي باي.